سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. على السريع، مبروك لمصر وصول لكأس العالم، ولا عزاء لكل الناس الذين تمنوا هزيمة مصر. وانا عارف ان انتم مخلصين ولا اشكك في اخلاصكم، لكن لاول مرة احس بارتياح، لان الناس السيساوية والمؤيدين للانقلاب العسكري والمعارضين للانقلاب العسكري وحزب الكنبة والجيش والشرطة والقضاء والفاسدين والناس الحلوين الخيرين، تقريبا معظم الناس فرحوا لوصول مصر لكأس العالم. لكن رسالتي مخصوصة دلوقتي للناس اللي زعلانين من الفوز. أنا عارف أنتوا زعلانين ليه؟ لأن السلطة ممثلة في عبد الفتاح السيسي ومجلسه العسكري هيستخدم هذا النصر والوصول لكأس العالم عشان يخدر به المصريين. لكن المشكلة مش في إن هم يفهموا كده، المشكلة يا حبيبي أنت وهو ماذا أعددت لهذا اليوم؟ أنت زعلان إن الناس ما خرجتش على عبد الفتاح السيسي في اليوم ده؟ ممكن كانت فرصة تسقطه. يا حبيبي هتسقطه ازاي وانت منبطح؟ يا حبيبي هتسقطه ازاي؟ وكل الرسائل اللي وصلت لعبد الفتاح السيسي قبل الماتش ده اننا منبطحون، اركب يا سيسي، دلدل يا سيسي، شخ علينا يا سيسي. عاوزين تعرفوا الرسالة وصلت منين؟ اسألوا كيف زفي الشهيد بإذن الله مهدي عاكف إلى مثواه الأخير، وانتوا تعرفوا هل ممكن عبد الفتاح السيسي كان يفكر يقفل الميادين ولا لا؟ عبد الفتاح السيسي كان ممكن يقفل الميادين لو صمم الاخوان المسلمين لعمل جنازه وتشييع مشرف لهذا الرجل، لكن المنبطحون كثر. اداء القيادات اللي موجوده في الملعونه تركيا ولا في قطر ولا في اي خراره كله بيبعت رسائل انبطاحيه. انت وانت بتكتب ميتين البوست بتاعك على الفيسبوك انت انسان منبطح. كل اللي انت منتظره ان الشعب المصري يخرج ضد عبد الفتاح السيسي. غلى البنزين ما خرجش الشعب، شاف الدم الشعب ما خرجش الشعب، اغتصبت البنات الشعب ما خرجش. يا حبيبي دول مش هيخرجوا لان ما عندهمش قائد. الشعب المصري ليس له قائد ثوري يقود الثوره في المرحله اللي احنا موجودين فيها. انت القائد. من تدعي انهم قيادات ليك سواء اذا كانوا تيار مدني او تيار اسلامي هم المفروض يقودوا المشهد. المفروض دلوقتي تراجع نفسك، انت واقف فين؟ كان في فرصة زي يوم بتاع كأس العالم ده، إذا كنت فعلا تعني ثورة كان هذا اليوم لابد من استغلاله الاستغلال الأمثل، لكنكم منبطحون. وهو حد يقول لي إن عبد الفتاح السيسي فتح لأنه واثق؟ نعم، الرسائل اللي وصلت عبد الفتاح السيسي أننا منبطحون وإننا أولاد وسخة، كلنا قادة وعبيد زينا. وكل الناس اللي موجودين على الفيسبوك اللي بيكتبوا بوستات تشكيك في السيساوية وفي حزب الكنبة وفي الناس الشرفة، لماذا لم تنزلوا؟ لماذا لم تثوروا؟ ماذا أعددت وماذا فعلت؟ قاعدين عمالين بتتخانقوا مع بعضيكم. أطلع أقول لكم قيادتكم ولاد وسخة منبطحين، تبدأوا تعملوا روبورتات فيا وأنا واقف معاكم بقالي 4 سنين. مش أنا بس، أنا وغيري. أي واحد بيحاول يعمل أي خطوة ممكن تساعد الثورة بتبدأوا تشككوا فيه، بتبدأوا تخونوا فيه، حتى لو كان مخبر لازم تساعده طالما بيقول لك ثور ثور يا بهيم. أنت بوستات بقالك سنتين ويمكن بقى من سنة لسنتين كلها بوستات إحباطية. أنا مش هنزل عشان الشعب المنبطح ده ملعون أبوه شعب، وزعلان لما الناس بتحتفل الناس ما نزلتش ليه، ومحبط الآن. أنت اللي أحبطت نفسك وأنت اللي وصلت نفسك للمستوى ده لأنك اتبعت ناس هزؤ، قيادات زبالة، ناس يعلم الله خيانتهم. وإن شاء الله التاريخ هيثبت أنهم مجموعة من الخونة، لأن المنبطح وشايف البلد بتضيع ما يطلعش يقول لي ماتش كوره والناس بتفرح وبتثور عشان ماتش كوره. امال انت عاوزه ايه؟ هذا الشعب مسكين، هذا الشعب مسكين نفسه يمارس الحريه والديمقراطيه في اي حاجه، ما لقاش غير الكوره. هو اتعلموه كده من ايام جده، من ايام الستينات، افرح وصور. لو انت عاوز تبقى زملكاوي محدش هيفرض عليك تكون اهلاوي. هي دي الحاجه الوحيده اللي الناس بتمارس فيها رغباتها بحريه وديمقراطيه. عشان كده السلطة سابتهم ينزلوا، عشان كده هم نزلوا وفرحوا، عشان كده أفراح المصريين والعرب كانوا في كل دول العالم. هنا في نيويورك شوارع اتقفلت والشرطة جت قفلتها والناس احتفلت. في الكويت، في قطر، في أوروبا، قطر الخاينة كان في احتفالات للمصريين بوصول كأس العالم. وانت دلوقتي زعلان ان المصريين قد فرحوا وخرجوا في الميادين عشان كأس العالم. امال انت عاوزهم يعملوا ايه؟ اين القائد؟ فين الثورة؟ فين القائد؟ عاوز انت خصوصا اللي خانقني وخانق ميتين اهلي
الناس بتوع التيار الاسلامي دول او الناس محبين الاخوان المسلمين، خصوصا التيار المنبطح، لماذا لم يخرجوا الناس؟ لما تشوف انت المتحدث الاعلامي بتاع جماعه الاخوان المسلمين قال ايه؟ نحن ننتظر فوز مصر. نعم وحطمك، انه ينتظر، دعوه ينتظر يا حبيبي. الرساله مبعوثه والاتفاق موجود مع فتح السيسي. نحن منبطحون ميتين امها ثوره. فوقوا هؤلاء الكلاب اللي بيقودوا التيار المنبطح، سواء اذا كانوا تيار ليبرالي او تيار متنيل بميتين امه اسلامي. هؤلاء خونة لو كانوا حسنوا النية بردك خونة. دوسوا عليهم، فوقوا. الشعب المصري بخير والله. انا شفت بوستات وتعليقات في اماكن سيساوية، ناس كتير كانوا ينتموا لعبد الفتاح السيسي، دعوا الناس للخروج عليه، لكن ما لهمش قائد، ما فيش حد قادهم، ما حدش نظم لليوم، ما حدش خطط لليوم، بس كله بيخطط يزود مرتبه، يفتح مدرسة جديدة، يعمل جامعة، يشتري مبنى، يشوف شغل لعياله، يودع له الجامعة، يتنين على ميتين اهله. لكن يخرج الشباب اللي في السجون مفيش، يخرج قياداته اللي في السجون مفيش، يجيب حق البنات المغتصبه مفيش، حق الشهداء مفيش، حق الاطفال الثكالى والامهات الثكالى والنسوان اللي اتحرموا من جوازهم في عز شبابهم مفيش. عارفين ليه؟ لانه وليتوا اموركم مجموعه من المعرصين. وانا بقولها لك اهو، اذا استمر هذا الاداء انتم رايحين في 60 مصيبه. مش عشان عبد الفتاح السيسي هينتصر، عبد الفتاح السيسي مهزوم والله العظيم مهزوم. الانسان السفيه اللي بيتصرف التصرفات الاقتصاديه والعسكريه والامنيه والسياسيه بنفس ترتيب عبد الفتاح السيسي، انا بقول لك هو مهزوم. المساله مساله وقت، لكن اذا كنتم عاوزين تبقوا رجاله فوقوا، بطلوا الانبطاح، بطلوا بسطات الهزيمه اللي جواكم. الناس خرجت تنبسط، انت فشلت في استغلالها، انت اللي كنت المفروض تستغلها مش هم حزب كنبه. من يسعون الى الحريه في كل دول العالم ايام الثورات قله لا تزيد باي حال من الاحوال عن 5%. اذ وصلت في البدايه كمقدمه لاشعال الثوره واستعادتها مره اخرى، لو 1% من الشعب 1% قرر يثور سقط عبد الفتاح زفت. انما لو انت قعدت منبطح، ده يا راجل اي واحد بيطلع ينتقد القيادات المنبطحه اولاد الوسخه اللي ودوا الثوره في 60 مصيبه، بتطلع انت تعمل لنا مش عارف بوستات تهديد وتعمل لنا بلاغات وتودينا في 60 مصيبه عشان بس بننقدهم. فانا بقول لك اذا كنت فعلا بتدور على حريتك، اخلص من قيادات الشؤم المنبطحه اولاد الوسخه دول، والا يا اخي قحه